بيبدأ فيلم النهاردة في مدينة مكسيكو سنة 1966، وبنشوف العالمة ودكتورة الفيزياء نورا، وكانت في الجامعة وعندها محاضرة عن الثقب الدودي، وإنه يعتبر بوابة زمانها قصير، وكانت بتشرح إزاي ممكن العبور من خلاله، وإن في نظرية بتقول إن الثقوب الدودية بتتشكل كل 30 سنة، وإن النظرية دي بتفتح باب السفر عبر الزمن. وبعد المحاضرة وبتروح عليها طالبة اسمها جوليا، وبتطلب منها إنها تبقى المساعدة بتاعتها، وإن كل الدكاترة عندهم مساعدين، وبتوعدها نورا إنها هتفكر في الموضوع. وبعد شوية بتروح على إدارة الجامعة، وكانت بتسأل السكرتيرة عن البضاعة السوفيتية اللي وصلت، وقالت لها إنها تسأل الدكتور المختص. وبالفعل بيخرج الدكتور وبتسأله عن قطع الغيار، وكانت عبارة عن مجموعة محولات، وبيقول لها إنها وصلت فعلا لكنه نسي يقول لها، وإنه كان هيبلغ جوزها اللي بنعرف إن هو عالم ودكتور زيها. وبتدخل نورا جري على المخزن، وما كانش أمين المخزن هناك، فبتروح بنفسها تجيب المحولات. وبعد ما أخدتهم بتنزل على مكان وكان مخصص للاختبارات بتاعتهم بس، وكان مختبر تحت الأرض. وبتوصل نورا عند هيكتور وكان شغال، وبنلاحظ ان جوليا دخلت وراهم وكانت بتراقبهم، وفجأة بتلاحظ آلة كبيرة في المكان وما كانتش عارفة ايه دي. وبتدي نورا البطاريات لهيكتور، وبيقول لها ان الوقت جه خلاص. وبنعرف ان دي آلة العبور بالزمن اللي هم اخترعوها، وما كانش حد يعرف عنها حاجة حتى الجامعة. وبتخاف جوليا ان حد يشوفها وبتطلع جري على بره، وبيركبوا الآلة بعد ما حطوا البطارية. وقالت نورا ان البوابة مفتوحة، وبيقول لها تمام وانهم هيسافروا، لكنها فجأة بتفصل تاني وكانوا زعلانين. وبيقعدوا مع بعض وبيقولوا انهم عايزين ميزانية اكبر، وانهم لازم يفتحوا دكتور كراسكو رئيس الجامعة في الموضوع. وبنعرف انهم معزومين عنده على العشاء بالليل، وكانوا عارفين انه هيسألهم على اخر التطورات والمصاريف اللي فاتت. وتاني يوم الصبح وكان في خبر في الجرايد ان مكسيكو هتبتدي في مشروع مترو الانفاق، وان اخيرا المدينة هيبقى فيها مواصلات عامة. وبتفتح نورا الموضوع تاني مع هيكتور، وبتعرفه ان رئيس الجامعة لازم يعرف المشروع اللي هم شغالين عليه، ويعرف موضوع آلة الزمن عشان يطمن الفلوس اتصرفت فين. لكن هيكتور كان مصمم يأجلها لحد ما يوصلوا لنتيجة مؤكدة. وبيضرب جرس الباب وبتروح تفتح، ودي كانت ريبكا أخت نورا، وكانت جاية تبلغهم إنها حامل. وبتفرح بيها قوي هي وهيكتور، وسألتها ريبكا لو هتقول لها على المشروع السري اللي هم شغالين عليه، لكنها بتقول لها إن دي أسرار شغل ومش دلوقتي. وفي نفس اليوم بالليل وبيروحوا على ميعاد العشاء بتاع دكتور كراسكو، وبيفتح الدكتور الموضوع وبيسأل عن أبحاثهم، وإن هو دعم هو ومراته الدكتورة سنين كتير، وإن الجامعة استثمرت مبالغ ضخمة في أبحاثهم وعايزين نتيجة. وهنا بيفاجئوا هيكتور ان هو محتاج وقت تاني وفلوس، لكن الدكتور بيقول ان ده مستحيل، وانه عايز شرح مفصل عن مشروعهم ونتيجة ابحاثهم، وبيرفض اي مهلة تانية. وهنا بتتدخل الدكتورة نورا وبتقول لرئيس الجامعة ان المشروع بتاعهم هيخلي المكسيك مشهورة، وهيخلي الجامعة وانا وانت وهيكتور مشاهير، وان البحث ده هيغير تاريخ العلم والفيزياء. وهنا بيبتسم دكتور كراسكو وبيفهم انهم شغالين على مشروع كبير، وبيقول ان لو معاك كل القطع الصحيحة بس مش حاططها في مكانها الصح فهتحصل مشكلة. وهنا بتركز نورا في الكلام وبتسكت وكأنها اكتشفت حاجة، وبتقوم وبتقول لهيكتور انها لقيتها، وبتعرف الدكتور انها بكرة هتقدم له نتائج البحث. وكان هيكتور مستغرب جدا. ولما بيخرجوا بعد العشاء بتعرف هيكتور ان كلام الدكتور نبهها لحاجة، وهي انها تغير مكان المحولات. وبعدها بيروحوا على المختبر، وبتقول نورا انهم هيخلوا الآلة تدور في الاتجاه المعاكس، وبالفعل بتعمل كده وبيحط هيكتور المحول تاني. وبتقول نورا ان بوابة الزمن لسه مفتوحة. وهنا هيكتور بيفرح وبيقول لها تستعد للسفر، وبيقفلوا بوابات الآلة. وبتسأله هيرجعوا بالزمن ولا هيروحوا المستقبل، وبيقول لها هيكتور للمستقبل بس هيجربوا المرة دي 15 دقيقة بالكتير. وبيشغلوها فعلا وابتدت الحركة، وبيعرفها انها عبقرية. وبتلف الآلة بسرعة قوي وكانت صعبة عليهم، وبتختفي الآلة من مكانها وكان بيحصل لهم حاجات غريبة وسريعة. وبالفعل بتوصل الآلة على مكان وزمان تاني، وبتقف وبيطمنوا على بعض، وبيقولوا ان اللي حصل ده جنون. وبيسألها هما فين وليه هما مش في المختبر. وبيفتح البوابة والطاقة ما كانتش شغالة، وبيعرفوا ان المحولات اتحرقت. ولما بينزلوا بيقول هيكتور انهم استحالة يكونوا سافروا بالزمن 15 دقيقة بس. وقالت نورا ان الجامعة مفروض تكون هنا او قريبة من المكان ده، وكانت عايزة تعرف هم عبروا بالزمن قد ايه، وكانت فرحانة انهم قدروا يسافروا عبر الزمن. فبيقرروا انهم يخبوا الآلة لانها في الشارع، وانهم لازم يدوروا على مكان الجامعة. وبيروحوا على سوبر ماركت وكانوا مستغربين من شكله، ولما دخلوا واتكلموا مع البنت كانوا مستغربين من التليفون المحمول. وبيمسك هيكتور الجورنان وبيعرفوا انهم في 2025، يعني سافروا 59 سنة في المستقبل. وبيسألوها عن مكان جامعة المكسيك، وبتدلهم البنت على مكانها. وبالفعل بيروحوا على محطة المترو، وكانوا مستغربين من الموبايلات اللي الناس مركزين فيها وكأنهم مغيبين، وما كانوش مصدقين نفسهم وخلاص هيتجننوا. وبيوصلوا عند الجامعة وبيقولوا ان المكان زي ما هو مع تغيير بسيط. وبيدخلوا على المختبر وبيقدر هيكتور يفتح الباب، وبيوصلوا فعلا على المخزن، وبيلاقوا محول بدل اللي اتحرق. وهنا بيدخل عليهم الامن وبيقبضوا عليهم، وبيدافع هيكتور عن موقفهم وبيفهم الضباط انهم شغالين دكاترة في الجامعة دي. وبيدخلوا الصالة وكان معاهم الكارنيهات بتاعتهم،
وكانت الضابطة بتقول لهم ان دي من 1966، وبيعترف لها هيكتور بآلة الزمن، وقالت عليه ان هو مجنون او شارب حاجة. وهنا بتوصل عميدة الجامعة وبتاخد بطاقات الهوية بتاعتهم، وبتروح على نورا وبتقول لها انها كانت متأكدة وعارفة انهم عبروا بالزمن. وبتسألها نورا هي مين، وبتتفاجئ انها تلميذتها جوليا، وانها بقت عميدة الجامعة. ولما قالت انهم سافروا بالزمن محدش ساعتها صدقها، وبتعرفها على ألوندرا حفيدة اختها ريبيكا، وبتفرح بيها قوي وبتحضنها، وبتعرفها انها بتدرس الفيزياء حبا فيها. وهنا بتقول نورا ان البوابة ممكن تقفل في اي وقت، وانهم لازم يرجعوا بسرعة، وعايزين يفحصوا الآلة عشان لو حصل فيها اي خلل. وبتبلغهم جوليا ان وجودهم في الزمن ده لازم يبقى سر، وبتعرفهم كمان ان التكنولوجيا اتقدمت بشكل مش ممكن يتخيلوه. وبتاخدهم ألوندرا وبتروح بيهم عند امها بيكا بنت اختها ريبيكا، وبتسلم عليها بيكا وبتقول لها نورا ان هي خالتها. وبتستغرب وما كانتش فاهمة حاجة لحد ما بدأت تستوعب لما حكولها. وبيقعدوا على العشاء وكانت لسه مش مصدقة. ولما نورا بتسأل عن اختها وكانت عايزة تشوفها، بتفاجئها بيكا ان ريبيكا ماتت، وده بعد ما هي اختفت على طول، وانها عملت حادثة بعد ما دورت عليها كتير. وبتحزن نورا وبتزعل جامد، وبتقول لهيكتور انهم لازم يرجعوا زمانهم حالا، لانها لو ما كانتش دورت عليها ما كانتش ماتت. ولما بيسألوا هيكتور لو في حد عايز يشوفه، فبيقول ان هو وحيد، ونورا هي كل عيلته. وبعد شوية بيروحوا على المكان اللي هم هيعيشوا فيه مؤقت لحد ما يرجعوا. وكان الموضوع صعب عليهم جدا ولسه مش مصدقين، وكانوا مبهورين من الأجهزة والتكنولوجيا. وتاني يوم في الجامعة وكانوا عاملين اجتماع، وكان باقي الدكاترة مش مستوعبين، لكنهم عرفوا ان نظرية نورا وهيكتور صح، والدليل انهم موجودين في المستقبل. وبيشرح دكتور تاني ان رجوعهم للماضي هيأثر على المستقبل، لانهم عرفوا الدنيا ماشية ازاي هنا. وساعتها شرح هيكتور نظريته هو ونورا، وقال ان اللي ناقص ان هم يقدروا يظبطوا وقت الزمن اللي هم هيروحوا عليه، وبفضل التكنولوجيا دلوقتي هيقدروا يعملوا كده، لانهم ما كانوش عايزين يسافروا 59 سنة، وكانوا عايزين 15 دقيقة بس. وان لو البوابة الزمنية قفلت هيضطروا يستنوا 30 سنة عشان يقدروا يرجعوا. وفي نفس اليوم بيروحوا عند الآلة عشان يصلحوها ويظبطوا الطاقة. وجابت ألوندرا فعلا المحولات، وبتشتغل الآلة. وقالت نورا ان البوابة ممكن تقفل في اي لحظة. وبعد شوية بتعرض عليهم ألوندرا انهم يخرجوا يغيروا جو ويتفسحوا، وبالفعل بيوافقوا وبيروحوا معاها على البار. وكانوا برضو مستغربين من الانفتاح اللي حصل في البلد. ولما بيقعدوا كان باين على نورا انها خايفة انهم ما يعرفوش يرجعوا، ولكن هيكتور بيأكد انهم هيرجعوا زمانهم. وتاني يوم كانوا في اجتماع، وبنلاحظ ان هيكتور كان متضايق، وبنعرف ان هو كان غيران من نورا. وبيقول لها ان العميدة والدكاترة بيعاملوه على ان هو المساعد بتاعها، وان الاختراع يخصها هي بس. لكن نورا بتقول له ان هو غلطان وانهم شركاء في كل حاجة. وبعد شوية بتخرج نورا مع ألوندرا، وبتقول لها انها هتوديها على متجر تشتري حاجات للمتجوزين. ولما بترجع عند هيكتور بتفرجوا على الحاجات اللي هي اشتريتها، وبيتضايق لما بيعرف ان ألوندرا كانت معاها وهي بتشتري الحاجات دي، وكان شكله مكسوف جدا. وتاني يوم الصبح وبتعرف جوليا نورا ان في مؤتمر هيتعمل كمان كام يوم، وان المؤتمر ده عشان اليوم العالمي للمرأة، وان مش هينفع هيكتور يبقى معاها. وكانت نورا عارفة ان هو مش هيوافق وهيزعل، لكنها كانت فرحانة ان بقى في يوم عالمي للمرأة. ولما بترجع بتحكي له عن المؤتمر، وبيتضايق طبعا، وبيفهمها انها مش هتتكلم اكيد عن السفر عبر الزمن، وبتعرفه انها هتتكلم عن حاجات تانية وابحاث قديمة. وما كانش هيكتور مبسوط وحاسس ان هو بقى على الهامش. وبعد كام يوم بيبدأ المؤتمر، وبيروح هيكتور مع نورا، وبتقدمها جوليا وبتديها الكلمة. وقبل ما بتطلع تتكلم بيطلع هيكتور وبيقول كلام معناه ان المرأة مش لازم تتغر، وانها لازم يكون لها رفيق. وكان الموجودين مش عاجبهم كلامه، وبيطول في الكلام وما كانش في حد بيسقف له. ولما بتطلع نورا تتكلم ما كانش مبسوط، وبتتكلم عن الابحاث وابتدت تشرح شوية حاجات، لكن هيكتور بيتدخل وبيراجع كلامها، وبيقول ان دي افكاره وان هو الخبير وبيحاول يشرح هو. وكان الموضوع شكله وحش قوي. وبيخرج هيكتور وكان متضايق، وبيتعرف على دكتور تاني وبيقول انه ما يزعلش وان الستات كلهم كده. وبتخرج نورا وما كانش هيكتور موجود، وبنعرف انه راح على حانة وشرب، وابتدى يتكلم عن عنصرية الستات، وكان اللي معاه بيصوروه. وبنرجع عند نورا وكانت جوليا بتقول لها انها رشحتها لرئاسة قسم الفيزياء، وان مكانها معاهم هنا مش في الماضي. وبتروح تقعد مع بيكا وكانت مشوشة وعايزة ترجع الماضي عشان تنقذ اختها، لكن بيكا فهمتها ان معلهاش لوم في موت اختها، وانها مش لازم ترجع، وانها قبلت موت امها خلاص. وفي نفس اليوم وبيرجع هيكتور وبيقول لنورا انها بقت ناجحة في 2025، وانها فرحانة بسبب الناس اللي سقفت لها، وانه اخد قرار ان هو هياخد آلته ويسافر على زمانه. وهنا بتقول له نورا انها مش آلته لوحده، وان كل واحد فيهم طبق نظرية عشان الآلة دي تشتغل، وابتدى كل واحد فيهم ينسب الفضل لنفسه. ولما قال لها ان هو عايز يرجع بتقول له انها زهقت منه ومن علاقتهم، وانه يسافر بالزمن وهي هتقعد هنا. وبيتصدم هيكتور وبيقول لها تمام. وتاني يوم في المختبر وقال لها ان الآلة جاهزة انهم يسافروا، لكنها كانت متضايقة، وبتوري له الفيديو اللي هو اتكلم فيه وحش عن الستات، وبيرد عليها ان هو عارف هو قال ايه، وانه زمان كان بيقول نفس الكلام وكان في نظرها احسن واحد، وان هي اكيد مش شايفاه متعصب للرجاله وكاره الستات.
وبيأكد عليها ان هو راجل صالح في زمنه وانه مش عايز الزمن ده. فبترد عليه ان هما الاتنين ضحايا لزمانهم. فبيضحك وبيعرفها ان البوابة خلاص هتقفل، وبيطلب منها تسامحه لو غلط في حقها، وبيقرر عليها انهم يرجعوا مع بعض على زمانهم. لكنها بتقوله ان هي مش عايزة ترجع، وبتبص على القلعة وعليه وبتسيبه وبتمشي. ولما بتطلع بتقابل ألوندرا وبتتكلم معاها، وقالت لها انها حاسة ان هي من الزمن ده. وبعد ما خلصوا كلام بترجع على المختبر، وبتتفاجئ ان الآلة مش موجودة وان هيكتور اخدها ورجع بالزمن. وما كانتش مصدقة ومش قادرة تستوعب، لانها بتحب هيكتور ومش عارفة هينجح انه يرجع ولا هيتوه بين الازمنة، وازاي هتقضي حياتها من غيره. وبيكون سايب لها جوابه مكتوب فيه انها حبيبته، وانهم قضوا حياتهم في محاولة فهم الزمن، وافتكروا انهم فهموا النظرية اخيرا. لكن الزمن كان ضدهم، لانهم اتحدوا العالم مع بعض وفي الاخر اتحدوا قصة حبهم. ودلوقتي هي لقت حريتها ونجحت في الزمن المخصص ليها. ومع ان الموضوع مؤلم لكنه مش هيسمح لراجل في الماضي انه يكون عائق لحياتها، وفكرها انه مش هينسى كل لحظة حب كانت بينهم. وبتاخد نورة الجواب وبتطلع على بره، وبتفهم ان كده خلاص وان هي اللي اختارت. وبتروح وبتركب العربية مع ألوندرا وبتعرفها ان هيكتور رجع. وبعد كده بتنزل على المختبر وبتروح جوليا عندها وبتسألها عن الآلة، وبتعرفها نورة ان البوابة خلاص اتقفلت وانها لازم تستنى 30 سنة. فبتقول لها جوليا انها لازم تشتغل وتبدع، وان دورها جه عشان تغير العالم. وبتفتكر نورة اللحظات الحلوة اللي كانت بينها وبين هيكتور، وكانت متوترة وحزينة. وبعد فترة وبتاخد الدكتورة الجايزة الوطنية للعلوم، والناس كانت حبتها قوي لكنها عاشت في زمانين مختلفين. وبنروح بالزمن على سنة 1996، يعني بنطلع 30 سنة من الماضي، وبنشوف راجل عجوز وكان بيتمشى وتعبان. وبنعرف ان ده هيكتور، وبيقابل ست عجوزة وكانت نورة، وبيسألها هي عملت ايه، وبتقوله انها سمعت صوت قلبها. ولما الوقت جه صنعت الآلة وجات له عشان تقضي باقي حياتها معاه. وقال لها هيكتور ان هو بيحبها قوي، وبكده خلص الفيلم. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.